السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعينا الكرام. إذا عقدت لويزا حنون اجتماعا طارئا وندوة صحفية قررت فيها الانسحاب من الانتخابات. دعونا لا نقول الانسحاب من الانتخابات، بل بتعبير أدق السيدة لويزا حنون تقاطع المسار الانتخابي 7 سبتمبر 2024 في نهاية طبعا مشوارها السياسي. كما هو معلوم، لأن القانون يمنعها من الترشح للبرلمان، حيث أنها ترشحت له لأكثر من عهدتين، كما أن سنها لا يسمح لها بالترشح مجددا لعهدة رئاسية قادمة. وفي هذا الصدد أصدر الحزب السياسي حزب العمال، وهو بقيادة طبعا المناضلة لويزا حنون، بيانا نقتطع منه المقطع التالي: لذا ومثلما قررت القيادة الوطنية في 16 ماي 2024 بكل استقلالية المشاركة في الرئاسيات المقبلة، فإن المكتب السياسي لحزب العمال لا يمكن أن يكون جزءا من عملية انتخابية لا تكرس حرية الترشح التامة. إذن هي تتهم اللجنة الانتخابية أو السياسة أنها لا تكرس حرية الترشح التامة للمترشحين. طبعا نواصل: ودون إقصاء، أي أن السياسة المنتهجة تدفع إلى المترشحين بالإقصاء. لماذا لا نقول العكس؟ لماذا لا نقول أن المترشحين هم الذين يضعون أنفسهم عرضة للإقصاء، وذلك لجهلهم بحيثيات عملية الترشح ومستلزماته. نواصل: ولا تسمح للمواطنين بممارسة احتكامهم الحر. هذا خطأ يعني في الإدلاء سيدتي، مع كل احتراماتي، أنا كمواطن يعني أمارس احتكامي كما سميت به، أمارسه بكل حرية، وعليه طبقا للقرار الذي اتخذه أعضاء المكتب السياسي بالإجماع. أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي. هنا خطورة البيان: عدم مشاركة الحزب في المسار السياسي، يعني مقاطعة المسار الانتخابي عذرا، المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا، أي وقف حملة تزكية الناخبين الداعمة لترشحي، وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت يوم 7 سبتمبر 2024، يعني مقاطعة الانتخاب. يعني في هذا البيان انتهى البيان. على كل حال، في هذا البيان ظاهر جدا دعوة إلى عدم المشاركة ومقاطعة الانتخاب، يعني مقاطعة الحزب وأعضائه ومناضليه، مقاطعته للانتخاب. المشكل أين هي المشكل؟ يعني جمعنا بعض المعلومات تشير الوقائع إلى أن السيدة لويزا حنون اختارت جمع 600 استمارة من المنتخبين، بحيث أن من مناضلي الحزب نفسه هنالك 300 منتخب تابع للحزب ومناضل في الحزب، والبقية جمعت من هنا وهناك بطرق معروفة كما تعلمون جميعكم. ولم تختر جمع 50 ألف استمارة من المواطنين. وفعلوا زر يعني الجرس ليصلكم منا كل نظرا جديد. لسهولة دمتم طريقة الجمع، طيبين، والسلام أنك تجمع عليكم 600 ورحمة استمارة الله وتزكية من تعالى المنتخبين وبركاته. أسهل من أنك تجمع 50 ألف استمارة من المواطنين. إذن نظرا لسهولة العملية الأولى، حيث أن قانون الانتخابات يشترط على المترشح واحدة من الطريقتين السالفة الذكر، وهي قلنا اختارت الطريقة الأولى 600 استمارة من المنتخبين. غير أن المفارقة هنا أن برنامج الرقمنة التي تعمل به، أو الذي البرنامج تعود على البرنامج الذي تعمل به اللجنة المستقلة للانتخابات، كشفت وجود العديد من توقيعات المنتخبين مسجلة للسيدة لويزا حنون واحد ولمترشحين آخرين في نفس الوقت، وبالتالي القانون يقول تلغى التزكية للمترشحين بسبب ازدواجيته.
وهذا ما أثار غضب السيدة لويزا حنون، وبالتالي قررت الانسحاب، قررت مقاطعة الانتخابات. يا السيدة لويزا حنون، كنت على الأقل يعني آه، كنت على الأقل تنسحبي من الانتخابات بشرف، ولا تدعون إلى مقاطعة الانتخابات. هذا أمر جلل ومضر بالوطن، وهي كمحاولة طعن في شفافية الانتخابات وفي شفافية اللجنة الانتخابية وفي قانون الانتخابات وما إلى ذلك. نسأل الله العافية. إذن نرجو أن نكون قدمنا للمشاهدين السبب الذي كان دفع بالسيدة لويزا حنون للانسحاب من الانتخابات ومقاطعتها كما قالت المسار الانتخابي. فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد.